السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال. النهارده كده فيديو بسيط هنبدأ من اوله، والنهارده هنعمل كده ايه فطاير بسيطة جدا وسهلة. معانا هنا كوباية حليب وبيضاية، تمام، وكوباية دقيق، وهناخد برضو كوباية جبنة موتزاريلا، وهنا خدت كانت طماطمية وفلفل رومي. الحشو بقى دي زي ما انت عايزة. هنقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وهنحط كمان ملح وفلفل، وهتحطي كمان رشة زعتر، تمام. وقلت لك الحشو بقى زي ما انت عايزه، عندك بسطرمه هتحطي، عندك لانشون، عندك فراخ، اي حاجه اي حاجه، عندك فراخ معصجه مثلا مقطعه صغير تحطيها، الحشوه اللي انت عايزاها بقى. ممكن تستخدميها فطار وعشاء زي ما انت عايزه. المهم انا عملتها ايه نفطر بيها النهارده، قلت تغيير بقى بدل الفول والبطاطس وكده، فيعني قلت بقى تغيير. هتجيبي طاسه عندك كده ما تكونش بتلزق فيها الحاجه، تيفال مثلا او جرانيت اي حاجه، وهتدهنيها كده دهنه خفيفه من الزيت، تمام. وهتحطي بقى عليها ايه المقدار اللي انت عايزاه. عايزاه تحطي كل المقدار وتعمليها فطيره كبيره وتقطعيها برضو براحتك، يعني زي ما انت عايزه. بس انا الصراحه جزأتها، يعني عملتها على كام، هتطلع متهيألي 3 فطاير، تمام. هتحطي بقى زي ما انت زي ما انتوا شايفين كده، حطيت كميه بسيطه وتفرديها كلها في الصينيه، وبعد كده هتغطيها وترجعي ايه لما تتحمر من تحت هتتابعيها، ما تسيبهاش عشان ما بتاخدش وقت، خلي بالكم. وهبصي هتقلبيها هتبقى، بصي دي شبه ايه بالظبط، شبه الكريب، بس دي حادقه، تمام. بتحطي طبعا فيها حشوه حادقه، تمام. هتحطيها بقى كده، وزي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم الحشوه زي ما انت عايزه تكتري تحطي اي حاجه، تضيفي اي حاجه براحتك. هتحطي زي ما قلت لكم بيضايه وكوبايه حليب الاول، وتحطوا ملح وفلفل، وهتحطي كوبايه جبنه موتزاريلا، وهتحطي كوبايه دقيق، تمام. و... وبس زي ما انتم شفتوا كده المقادير سهله خالص، تمام. بس كده دي كانت اول واحده طلعتها. لو وصلت لحد كده يا حلوين، متشكره جدا على كل اللي دخل وشاهد للفيديو، متشكره جدا على مشاهداتكم، ربنا يبارك لكم. بس انتوا بتنسوا تحطوا اللايك، ما تنسوش اللايك، ربنا يخليكم. بس كده ويبارك في صحتكم ان شاء الله. زي ما قلت لكم بصوا هنا كده ايه، انا بطلعها بالراحه باي سباتولا كده عندك، تطلعيها كده وتشوفيها من الجناب الاول، بتطلع ما بتلزقش يعني. بصوا اهي استوت، هقلبها برضو ايه على الناحيه التانية، تمام. بس كده. فهنا عجبت الولاد، يعني عجبتهم الصراحه، ما شاء الله، عشان انا صراحه اول مره اعملها لهم، فهم مستغربين طعمها، بس هي كان طعمها جميل الصراحه، حلوه جدا، حلوه وخفيفه كده في الفطار، تمام. معلش بس بعتذر على الصوت. بصوا كده اهي، دي كانوا اتنين، وطبعا حطيت للولاد واحده ما شاء الله كلوها بالهنا والشفا. هي طعمها جميل وخفيفه زي ما انتم شايفين، ومستويه خالص من جوه ازاي. بصوا حلوه وطريه طريه خالص، هي بقول زي ايه، هي يعني ايه زي البانكيك بالظبط، بس طبعا دي زي ما قلت لكم حادقه، حلوه جدا، والاطفال يحبوها والكبار. زي ما قلت لك ممكن تعمليها كلها عجينه واحده، بس هتبقى ايه سميكه كده، تمام. وتقطعيها بقى كده زي ايه البيتزا، تبقى حلوه برضو زي ما انت عايزه. بس انا يعني بحب دي يعني برضو ايه، كل واحد كل طفل مثلا كل طفل تقطعها له كده على 4، وياخد بقى ايه ياخد الحته اللي هو عايزينها، بحيث ما ياخدهاش ويسيبها يبهدلها. انا كنت بقول لكم عملت 3 وحدات من الكميه ديت، 3 وحايد، فما ياخد كل قطعه كانت تبقى حلوه. وفطرنا الحمد لله، ودخلت بقى على غرفه النوم. كانت نضيفه، بس ايه ظبطتها، غيرت الملايه، تمام. غيرت الملايه ولمعت كنستها، ولمعت السيراميك اللي كان باين دوت، وغيرت الملايه وبس، ولمعت الخشب. فبحاول ما اسيبش الدنيا تتبهدل كتير، علشان ما تبقاش فيها، هتحتاج مجهود اكتر. وانتوا زي ما انتوا عارفين انا كتفي تعبني جدا برقبتي الحمد لله. فبحاول اعمل اول باول يعني اول باول، علشان الدنيا ما تتبهدلش وما يتقلش عليا الشغل يعني. بس فلمعت الخشب ولمعت السيراميك زي ما قلت لكم، كنست بس السجاد، غيرت الملايه، كانت الدنيا ما شاء الله زي الفل الحمد لله. بس ده، وانا حاولت ادور على الخداديه التانية ما لقيتهاش ابدا، هي موجوده بس عشان انا عايزاها ضروري عشان التصوير. الحاجه بتوه كده يعني. بس انا كنت بوريك ان الدولاب الحمد لله اتظبط، يعني اتلمع بقى زي الفل، تمام. بس تنسوش بقى اللايك يا بنات، ربنا يبارك لكم ويديكم الصحه ان شاء الله كده. يا رب ان شاء الله وتفرح بولادكم. دخلنا بقى عملنا الغدا النهارده عملنا رز وملوخيه، بس يعني كان يعني اسهل غدا متهيألي واخف غدا. هنا بقول لكم انا لازم اغسلها كويس الصراحه، مش بحب يعني مش بحب الملوخيه الجاهزه يعني، مع اني ما بحبش اخلط الملوخيه الصراحه، بس بحبها برضو، بحب اللي هي الطازه ديت، ان انا اجيبها واغسلها كويس وبعد كده ايه اخلطها. بس وعملنا شويه رز بشعريه، والحمد لله نعمه وفضل، اللهم اطعم كل جائع يا رب، وارزق كل محروم يا رب باذن الله ان شاء الله. بس كده. هنا كنت بوريكم الشوربه، شويه شوربه صغنطاطين. دايما بتيجي تعملي الملوخيه ما تكتريش الشوربه، لازم تكون قليله وتحطي الملوخيه، ولو حبت ولقيتيها تقيله تزودي شوربه، علشان ما تبقى بتبقاش خفيفه منك يعني. بس هنا بقى كنت لسه عملت لها التقليه، بقول لكم هنا هدق الثوم، انا بحب ادق الثوم عشان يطلع كل الزيوت اللي فيه، بيبقى يدي طعم حلو قوي غير انه يكون متقطع يعني.
بس. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، متنسوش اللايك. وكنت كمان عامله بليله، كنت عامله بليله وكده، فحطيتها بقى ايه، خدت على قد ما هناكل منها حطيتها في علبه في التلاجة، والباقي شلته في الفريزر كده في اكياس، ولما نعوز نطلع يبقى الحاجه موجوده يعني، تبقى سهله يعني. بس كده. لو وصلتوا الفيديو لحد كده ربنا يبارك لكم، متنسوش اللايك عشان نفسي القناه تشتغل، والله لسه ما اشتغلتش. بس كده، وتشتركوا عندي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ماما. يا بنتي ما تتكلميش غير ما اقول لك.